السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة معطرة بالورود لكل حبايبي ومتابعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة هنعمل صوابع الجلاش بالمكسرات. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة، وان شاء الله مش هتاخد منك وقت في المطبخ، وفي نفس الوقت هتبقى سهلة ولذيذة. والجلاش من الأصناف اللي بنحبها كلنا، واللي ما ينفعش رمضان يعدي من غير ما نعملها. يلا تابعي معايا الفيديو على بركة الله، مشاهدة مفيدة ان شاء الله. في البداية خالص هعمل الشربات بتاع الجلاش. هحط كوباية من السكر عليها كوباية من المية وعصرة نص ليمونة. والتركة اللي هنحطها على الشربات ان احنا هنعصر نص برتقانة، بتدي طعم جميل جدا للشربات بتاعنا. تمام. هشيل اي بذرة او اي حاجة وقعت في الشربات، وبعدين هحط كيسين من الفانيليا. مهم جدا نحط كيسين الفانيليا، هما اللي بيدوا الريحة لصنف الحلويات بتاعنا. هقلب بقى كله على بعض كده، وبعدين هبتدي ارفعه على النار لمدة 5 دقايق، من 5 ل7 دقايق. عندي كمان لفة جلاش لازم تكون طرية عشان تعرفي تلفيها، وعندي سمنة بلدي ومكسرات اللي تحبيها. انا بعمل بالسوداني وجوز الهند والزبيب، لو عايزة تحطي اي مكسرات تانية مفيش مشكلة. هاخد رق كده من الجلاش وافرده على الصينية، وابتدي ادهنه بالسمنة. اوزع السمنة كده على الجلاشة وادهنها كويس بيها. تمام. هجيب بقى المكسرات اللي عندي، وبعدين ابتدي اوزعها كده على طرف الجلاشة بانتظام كده. تمام. وبعدين هطبق بالراحة كده والفها بالطريقة دي. تمام. عندي صينية انا دهناها بالسمنة، هبتدي ارص عليها الجلاش بتاعي بالشكل ده، بالطول بالشكل ده كده. تمام. هعمل كمان واحدة. لازم يا جماعة الجلاش بتاعي يبقى طري، وعشان ما يتكسرش معايا وانا بلفه. ادهنها كده بالسمنة، ونوع السمنة بيفرق في صنف الحلويات. السمنة البلدي بتديه مذاق رائع ولذيذ، ولو اي سمنة بس يكون انتي متعودة عليها ومضمونة. طيب هنحط بقى كده في طرف الجلاشة كده بالطول، اوزعها بالطريقة دي. ممكن تحطي اي مكسرات تانية على حسب ذوقك وعلى حسب ما بتحب. هلفها كده برضو بالراحة عشان ما تنقطعش مني. وارصها جنب بعضها كده في الصينية بالشكل ده. الحلويات بتبقى ضرورية في رمضان، بنبقى محتاجين بعد الفطار نحلي بأي حاجة. جسمنا بيبقى محتاج السكريات، فأي صنف حلويات هتعمليه يبقى سريع وسهل. تعمليه قبل الفطار أو حتى بعد الفطار، مش هياخد منك وقت. الجلاش تملي لازم يكون في لفة أو لفتين في التلاجة. لما تكوني عايزة تعملي حاجة سريعة بتخرجيهم على طول وبتشتغلي فيهم، ما بياخدوش وقت. وفي نفس الوقت كل الأطفال والكبار
بيجمعوا على طعم الجلاش بيبقى حلو. ولما بنعمل الحاجة بنبقى ضامنينها، وضامنين السمنة اللي داخلة فيها، وضامنين نظافتها. والحاجة لما بنشتريها بتبقى غالية جدا، خاصة الحلويات. فليه حاجة سهلة وبسيطة بالشكل ده ممكن مش هتاخد في ايدينا وقت، وفي نفس الوقت هنطلعها بطريقة جميلة ولذيذة. خلاص انا هخلص على الجلاش كله لف، وبعدين نشوف هنعمل ايه. بعد ما لفينا الصينية كلها هبتدي بقى ادهن وشها كده بالسمنة، عشان السمنة هي اللي هتدي الوش اللون الذهبي في الفرن. تمام. هبتدي بقى اقطعها قد بعضها، صوابع تبقى متساوية في الطول. اقطع كده. ولو مش هتعرفي تبقى اعمليها بالعين كده، ممكن تعملي الاربع صوابع ايدك، تحددي بايد بالاربع صوابع بتوعك على القطعة كده، وبعدين تقطعي من بعد الاربع صوابع. هتطلع لك القطعة متساوية في الطول. تمام. ضروري جدا ان احنا نقطعها قبل ما تخش الفرن، لان لو طلعت بعد ما تستوي هتيجي تقطعيها هتتفرتك معاكي، لانها تبقى نشفت خلاص. لكن لما ندخلها متقطعة بالشكل ده هيطلع الصابع متساوي، وهيبقى شكله حلو ويستوي على هيئته. هدخلها بقى على الفرن درجة حرارة 180، واحطها على الرف الاوسط. هشغل عليها الفرن الاول، وبعدين نحتاج الشواية في الاخر هشغلها 5 دقايق، والوقت كله هيبقى من 20 ل25 دقيقة. 20 دقيقة الاول الفرن، وبعدين ال5 دقايق في الاخر هشغل الشواية لو احتاجت تتحمري الوش بتاعها. وخلاص طلعنا صينية الجلاش بتاعتنا الخطيرة من الفرن، تسويتها في منتهى الجمال. هجيب بقى الشربات اللي انا كنت مجهزاه في الاول وبرد، والجلاش يكون سخن والشربات بارد، وهوزع الشربات كده على الصينية كلها. تمام. علشان كل قطعة تشرب من الشربات، لان الشربات هو اللي يخليها مسكرة. احاول كده اميل الصينية كده من الجوانب عشان خاطر الشربات يوصل لكل قطعة. تمام. هنقدمها بقى في طبق التقديم. هبتدي كده اعيد على التقطيع كده. تمام. وبعدين هنقدمها بشكل هرمي كده جميل، قطعة كده جنب التانية. تمام. الاول هرص الرصة اول رصة كده، والرصة اللي بعدها تبقى اقل واحدة، لغاية ما اوصل خالص في الاخر لواحدة على الوش كده، تبقى قمة الهرم، يبقى شكله جميل ويفتح النفس. تمام. اتمنى فيديو النهاردة ينال اعجابكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بدعوة صادقة من القلب بظهر الغيب، وما تنسوش اخواننا الفلسطينيين من صالح دعائكم. دمتم في رعاية الله وأمنه وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.